اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. ايه رايكم في طبق المكرونه الحلو ده؟ تعالوا نعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وكمان مش مكلفه خالص، ومكونات وكمان مش محتاج مكونات كتير، يعني مكونات بسيطه وسهله كده وانتي هتعمليها في اي وقت في بيتك. يلا بقى نعمله مع بعض. تعالوا بينا. معايا صدر فرخه، هقطعه كده قطع رفيعة، هو مش قطع رفيعة قوي، يعني ايه، قطع بحيث ان انا اعرف احركها في الطاسة، مش قد الشاورما، اعرض من الشاورما شوية. يعني مسكت الصدر كده قطعته بالعرض، ورشيت عليه بعد ما قطعته ورشيت عليه ملح وفلفل اسود، وقلبته كده في بعضه وسبته يتبل حوالي 10 دقايق. ده طريقة المكرونة ديت سهلة وبسيطة خالص ومش هتكلفك اي حاجة خالص، كل الحكاية هو صدر فرخة والمكرونة بتاعتك، ولو عندك كوباية لبن او كوبايه كريمه. هنا بعد ما سبته 10 دقايق يتبل كده بالملح والفلفل، جبت طاسه وحطيت فيها معلقه زبده كبيره وحطيت فيها شويه زيت. اول ما دابت الزبده معايا وسخنت معايا كده، هنزل بقى على الفراخ، هحطها كده جنب بعضها، مش هحطها كلها مره واحده، لا، هحطها واحده واحده كده عشان انا عايزاها تتصدم، عايزاها تقفل المسام بتاعتها علشان ما تنزلش الميه، عشان ما تنزلش ميه، لان انا عايزاها تتحمر، مش عايزاها تنزل ميه يعني. هحركها كده بالراحة واحدة واحدة، واول ما تاخد لون معايا، هي طبعا على نار عالية، انا عاملاها على نار عالية علشان تاخد ما تنزلش المية، تتصدم بسرعة. هنزل كل ده بكل الكمية بتاعتي، ووسع لنفسي كده، بحرك الطاسة اوسع لنفسي، مش بالراحة كده على قدي. شايفين قطع الفراخ؟ قطع عريضة شوية وحلوة. هنا الفراخ بتاعتي ابتدت تاخد لون. فكرة جديدة وحلوة كده ندخل بيها على رمضان، يعني أفكار حلوة إن احنا نعملها في رمضان، يعني في أكلات رمضان، بما إننا بنحتار نعمل ايه النهاردة، نعمل ايه النهاردة، نعمل ايه بكرة. يعني حاجات جديدة كده وسهلة وبسيطة وكمان مش مكلفة، هنعملها بحاجات موجودة في كل بيت. هنا الفراخ بتاعتي أخدت لون خلاص، هشيلها بقى أحطها في الطبق، علشان عايزة استخدم الطاسة ديت في ايه، في بقية الوصفة بتاعتي. ال- الزبدة طبعا هي فيها زبدة، هحط كمان معلقة زبدة علشان ايه، اعرف استخدم الطاسة بتاعتي يعني. بعد ما شلت الفراخ كده، هنزل في الطاسة بصلاية متقطعة قطع صغيرة، ناعم. واقلبها شوية، انا عايزة البصلة دي تاخد لون ذهبي، مش ذهبي قوي يعني، ايه يا دوبك تبتدي تتلون كده. نزلت عليها كمان بمعلقة توم مفروم، وهديها تشويحة، وكمان حطيت لها فلفل اسود وملح عشان اظبط الملح بتاعي. وبس خلي بالك انت حاطه ملح في الفراخ وملح في الميه بتاعه سلق المكرونه، او اللي انت مثلا لو حابه ان انت تستخدمي معاها رز برضو، فايه حاول تخلي بالك من الملح اللي انت بتحطيه. طبعا انا حطيت هنا قرن فلفل اخضر سبايسي، وقرن فلفل برضو احمر. لو عندك فلفل الوان وحابه تحطي حطي، لو مش عندك خلاص مفيش مشكله، بس الفلفل مش اختياري يعني، مش اساسي. بعد ما كده خدوا تشويحة، نزلت عليهم كده بكوباية لبن محترمة، ايوه كوباية كبيرة، علشان ايه، يبقى يديني طعم التوابل، والتوابل والعصارة اللي نزلت من الفراخ في الطاسة، تديني كده الطعم في المكرونة. نزلت بقى بالمكرونة هديها غلوة، علشان ايه، تاخد وتدي كده مع الصوص، تتنغنغ فيه يعني. تعالوا بقى نسلق المكرونة بتاعتنا. حطيت حلة فيها شوية مية، وحطيت فيها ملح وزيت، ونزلت كده بالمكرونة بتاعتي. المكرونة هسلقها سلق كامل، يعني مش هخليها ايه، مثلا انا لما بحب اعمل مكرونة بصلصة بخليها نص سلقة، عشان بخلي المكرونة بتاعتي في الصلصة بتاخد نغنغة منها. لكن هنا الصوص الابيض او الوايت صوص ده مش محتاج ان المكرونة تكون مستوية كويس يعني. هنا نزلت بقى بعد ما صفيت المكرونة بتاعتي، نزلت بيها كده في الطاسة بتاعتي، واديتها كمان غلوة كده، خليتها تتنغنغ كده في الصوص الابيض والفراخ، خدتها كده تاخد الطعم بتاعهم.
ايه رايكم في الاكله بتاعتي النهارده؟ لو الاكله النهارده عجبتكم، يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات اذا كانت تعجبكم ولا لا، لو جربتوها يعني لما تجربوها. تعالوا بقى نغرف الطبق بتاعنا. شايفين المكرونه، شايفين المكرونه عامله ازاي؟ طعمها ولونها وريحتها تجنن. شايفين الطبق بتاعي؟ محتاج شوكه بس. يا سلام يا سلام. هنا الاكله بتاعتي خلصت، او الطبق بتاعي خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم. اشوفكم في فيديو جديد. باي.